من ألذ الوصفات اللي تقدري تجربيها هو المسخن الفلسطيني. هذه أول مرة صراحة كنجرب هذه الوصفة صراحة يعني، والمذاق تصدمت، خطير، لذيذة بزاف وزوينة بزاف. صراحة أنا بغيت نشارك معكم هذا الفيديو. كنتمنى يعني تشاهدوا وتشوفوا معي الطريقة، ولا عجبتكم تقدروا تجربوها وما غاديش تندموا. باش نحضروا العجينة، هنا عندي نص لتر ديال الحليب دافي، هنا عندي 2 معالق صغار عامرين ديال الخميره الفوريه. كنخلطوا هاد المكونات، كنزيدوا عليها معلقه كبيره، يعني معلقه صغيره وهي عامره بزايد، او تقدري ديري معلقه كبيره ديال السكر سنيده ومعلقه صغيره على حسب الذوق الملح. ودرت هنا معلقه كبيره ديال زيت العود. وخلاص بالنسبه للدقيق عندي هنايا درت 2 زلافات ديال الدقيق الابيض وزلافه ديال الدقيق الكامل. صافي هنا كنخلطوا كنخلطوا زعما العجينه هكذايا صافي كي كتجانس مزيان، وكنخليوها ترتاح. انا خليتها تقريبا شي ساعه ونص، كل ما ارتاحت العجينه يعني كان احسن. صافي هنا كتشوفوا تبارك الله العجينه كي طلعت، وصراحه جا يعني ارتاحت مزيان، خدات وقتها باش ترتاحت، باش كتعطيك الطوع باش تسلق لك وكتجي مزيان. صافي هنايا غادي نكورها كويرات، وعاوتاني غادي نخليها ترتاح تقريبا 15 دقيقه هكذايا، باش صافي غادي نطلقها وندخلها للفران. بالنسبه للفرن ملي دخلتها على درجه حراره 200 يكون سخون، ومني تدخلي الخبيزات 180 كافيه. هنا كيف غادي تشوفوا معايا يعني كنطلق العجينه، كنفردها بالدلاك، ولكن يعني ما تكونش رقيقه بزاف. هانتوما تشوفوا السمك ديالها تقريبا 2-3 ملي هكذا، يعني تكون شويه مرتفعه. هنا كندهنها بواحد البيضه خلطتها ودرت لها شويه الخل وكندهنها بها، وخلاص كترش عليها شويه ديال الزنجلان صافي، وغادي تدخل الفرن. بالنسبه هنايا غادي نحضر الدجاج. كندير واحد الحامضه عصرتها، وتقي واحد 2 ديال الفصوص ولا 3 ديال الثوم، وخلاص وكتحطي فيه داك الدجاج اللي عندك، كتخليه يتشرب في داك الحامض وفي داك الثوم، باش يعني كيعطي واحد المذاق زوين، وباش ما كتبقى لا زفر، يعني ديك الزفره ديال الدجاج ما كتبقاش نهائيا. هنا عندي 2 معالق ديال 7 بهارات، 2 معالق صغار، معلقه صغيره عامره ديال قعقله او الحبهان، معلقه ديال الكمون صغيره، والملح على حسب الذوق، وشويه ديال الابزار يعني الفلفل الاسود، وهذه الكوزه. صافي كنخلطوا هاد العطريه كيف كتشوفوا، كندير منها الدجاج، كنخليه يعني هو من الاحسن يبقى يعني 1 ساعه ولا ساعتين. انا خليته 30 دقيقه. وداك كنخلي واحد المعلقه هي اللي غادي نضيفوها للبصله. هنا البصله عندي 4 ديال الحبات البصله كبارين، قطعتهم كيف كتشوفوا هكا كبار يعني مربعات. وبالنسبه للطنجره عندي فيها 4 ديال المعالق كبار ديال زيت العود. المهم هنا كنديروا ضروري غير زيت العود، يعني هذه الوصفه كطيب بزيت العود. خلاص كنزيدوا داك العطريه اللي خلينا في الاول. وهانتوما كي كتشوفوا هنايا كنحط الدجاج عاوتاني، ولكن هنا بالنسبه للدجاج هنايا راه درت تقريبا كاس ونص ديال زيت العود. يعني هي الاكله كتجي يعني فيها معروفه كتكون فيها زيت الزيتون بزاف. صافي كنحط الدجاج في هاد العطريه كتشرب صافي، وكاد الدجاج كيتشرب داك الزيت مزيان. كنضيفوا له داك شويه ديال البصله، حيت البصله ما كبيتهاش كلها، خليت منها واحد شويه غادي نضيفها على الدجاج. وخلاص غادي نديرو السماق. يعني هاد الاكله هذه معروفه يعني بالزيت العود، وضروري ضروري السماق.
هنايا كندير واحد تقريبا واحد جوج معالق كبار على الدجاج ديال السماق، وهنايا حتى هي كذلك جوج ديال المعالق كبارين. هنا درت 3 ديال المعالق كبار، يعني هو السماق يعني شي حاجه اساسيه في هذه الاكله. صافي هنا نيت السماق كنغطي على الطنجره وكنخليها طيب، ما كنزيدها لا ما لا والو، حيت ديجا البصله كتطلق الماء، ما كنخليها دا ما نزيدهاش الماء. والدجاج زدتو تقريبا شي كاس ونص هكايا د الماء فقط. تقدري حتى تستغني ما تزيديلوش الماء، راه عادي يعني كيجي مزيان. صافي هنايا انا المهم غطيت عليه. هنايا صافي المرحله التاليه راه صافي هنايا طاب كيف كتشوفوا، ديك السويته جا مقليه، بقات هي ديك الزيت مع التغميره ديال ديك البصيله. كيف كتشوفوا ما شاء الله الخبز جات غزاله وزوينه بزاف، كتشهي تاكليها غير هكذا. صافي هنايا كنبدا نحيد الدجاج، كنبدا نحط ديك الخبيزات هكايا على داك المرقه ديال الدجاج هكذا، وصافي كديري الشكل كيف ما عجبك. يعني تقدري ديري كل خبيزه بوحدها وتصوبيها، تقدري ديري بحال هكا. صافي كنديرو هكذايا كيف كتشوفوا. ومن بعد كنحط ديك البصله نحطها على ديك الخبز. هذيك الخبز يعني صافي كدهنيها بديك البصله اللي عندك، وصافي من بعد كتحطي عليها داك الدجاج. وهو يعني الاصل، يعني الوصفه الاصليه كيديروا اللي عندك الصنوبر كتقليه وترشي الدجاج بالصنوبر وشويه ديال المعدنوس مقطع. انا ما كانش عندي الصنوبر، درت غير اللوز حمرته ورشيت هاد الدجاج هذا باللوز كيف غادي تشوفوا. هاتي ما نقولكمش الريحه خطيره والمذاق غزال غزال صراحه الله، يعني تستاهل يعني الواحد يجربها. ما شاء الله غير المنظر كيشهي، ومذاق راه يعني على ضمانتي راه لذيذه بزاف. صافي هنايا غادي ندخلها للفران، غادي بحال شي شويه يتحمر داك الدجاج. صافي انا دابا دخلتها للفران، ها هي كيف كتشوفوا تاخذ واحد التحميره يعني شويه هكذايا صافي وكتقدم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو في راسكم.